من أكبر الكبائر لا شك في هذا، وقد اختلفوا في إسلامه وكفره على ظاهر الحديث. الحنابلة يكفرونه وجمهور العلماء لا يكفرونه، يسمون ذلك كفرا عمليا، لكن هذا خطير، يعني فعل خطير. لكن يأتي إنسان عاقل حكيم عالم بالشريعة حكيم ويتناول هذا الإنسان تارك للصلاة بحكم ترك الصلاة، ما غاديش يغير الحكم، لن يقول له إن فعلك حسن أو إنها ليست بكبيرة، كلا أبدا، نفس المضمون ونفس الرسالة التي أداها الأول يؤديها الثاني، لكن هذا بأسلوب فيه الإشفاق وليس فيه التجفي، فيه إشفاق وفيه حزن من الفقيه أو المفتي على هذا الذي قد ترك الصلاة. وهذا الشعور حينما تضمنه تعابيرك وأنت تفتيه بخطورة ما صنع، تكون آنئذ تعطيه حكم الله حقيقة، لأن حكم تارك الصلاة إنما هو حكم تربوي بالدرجة الأولى في الدنيا، ويكون في الآخرة عقابيا إلا أن يشاء الله. لا شك تذكرون قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، هذه مصيبة أن يبول الإنسان في المسجد، فقام إليه الصحابة يكادون يفتكون به، فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم لا تزرموه لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، دعوه يتم بوله، حتى إذا أتم ما فعل نهاه برفق وقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه الخبائث، إنما هي لذكر الله وللصلاة. فأمر الصحابة أن يهريقوا عليه دنا من ماء أو دنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو شنا أو شنة أو دلوا. نعم، فالمقصود إذن أن النبي عليه الصلاة والسلام تناول الحكم عينه، هم أي الصحابة منعوه وانتهروه، وهو أيضا منعه، ما قال له أحسنت، ما قال هذا، بل قال له أسأت، ولكن بأسلوب تربوي، وبلغه خطورة ما صنع لكن بأسلوب الإشفاق. ولذلك في القصة تتمة لها طريفة، حينما سجد الأعرابي جعل يدعو ويقول اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأنه إنما وجد الذي أشفق عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام والآخرون ما أشفقوا عليه، فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد حجرت واسعا، بل استغفر واسترحم للأمة جميعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود التنبيه على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيان أحكام الله، وكذلك كان خيار الصحابة بعده حينما تعلموا منهجه. هذا هو الفقيه، هذا الفقيه حقيقة، هذا الفقيه الذي يسميه القرآن بالتفقه في الدين. ولذلك في الحديث فرب مبلغ أوعى من سامع، وأيضا ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فكونه حاملا للفقه وليس بفقيه إنما هو حامل لأدلة الفقه، أي حافظ للكتاب وحافظ لكثير من السنة، ولكن لا قدرة له على التعامل معها كما ينبغي، تنزيلا في واقع الناس وتعاملا مع أحوالهم، وذلك هو الفقه. وهذا الذي ينقصنا كثيرا كثيرا في هذا الزمان. فائدة هذا الكلام إنما تتعلق ببدايته، وهو أن علم أصول الفقه هذه وظيفته، وهذا موضوعه، وهذا تعريفه،
ودعك من تعريفات المناطقة له. يعني هذه التقسيمات المنطقية التي صنعها المتأخرون من المصنفين في علم أصول الفقه أفسدت العلم. كثير من الناس يدخلون باب أصول الفقه ولا يخرجون بشيء بسبب هذه التغليقات المنطقية التي ضيعته. وأحسن التعاريف أن تعرف الشيء بغايته ووظيفته لا بماهيته كما يقول المناطقة. فلو سألنا عن تعريف هذا المصباح ممكن نعطي تعريفات، تعريف جوهري فيزيائي ونقول هذا الكهرباء يقع كذا وكذا، يعني أغلب الناس لن يفهموا شيئا. ولو قلنا مثلا ما هذا المصباح، ما معنى المصباح، ما تعريفه المصباح، نقول المصباح هو شيء نستصبح به، أي أننا نجعل ليلنا أو ظلمتنا كالصباح. الاستصباح الألف والسين والتاء للطلب، أي نطلب فضاء وجو يشبه الصباح بسبب النور الذي ينبعث منه وننتهي. فقد عرفنا المصباح بوظيفته وغايته التي هي غاية الشيء ونهايته. كل ما ذكرناه الآن تذكير بمعنى أصول الفقه من حيث بيان فائدته وغايته ووظيفته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنجعل وقتا آخر للأسئلة إن شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لترتيب الدروس أنا غير ما مرة ذكرت بأنه هذاك استعمال الزمن ديال الكراسي العلمية والحلقات المسجد الأعظم العلمية بالأحرى قد حدث عليه تغيير طفيف إن شاء الله. في هذه اليومين غادي يتعلق الاستعمال الزمن النهائي إن شاء الله الرحمن الرحيم. وأيضا بعض الأساتذة اللي هم مسجلين في الحصص ديال التدريس كرمهم الله تعالى بالحج فسيغيبون مع الأسف، هي مصلحة لهم ولكن أيضا مشكلة بالنسبة لنا، سيغيبون شهرا وبضعة أيام عن الدروس بحول الله عز وجل، ترجعوا من الحج بحول الله. وبالنسبة لعبد ربه هذا الدرس ديال الخميس راه غادي يكون فيه الأستاذ الحمد لله الزوي كما هو تطبق عمليا، ودرس ديال السبت هو اللي غادي يبقى بالنسبة لي، ولكن غادي ندير الدرس الحد إن شاء الله الرحمن اللي هو غدا بين العشاء وسأبدأ إن شاء الله من غدا بإذن الله عز وجل ندير درس ديال بين المغرب والعشاء في التفسير، ولكن في مسجد محمد السادس. في السنوات السابقة كنت نديره في مسجد إيران، ولكن ضاق المكان، ومهم كاين ظروف تما اللي خلتني بعد استشارات مع بعض أهل العلم وبعض الناس في الإدارة أننا نحولوه لمسجد محمد السادس، فهو أوسع وأرحب ومكان وقوف السيارة تما أيسر. فغدا إن شاء الله نبدأ تما التفسير بحول الله عز وجل بين العشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.